اهلا وسهلا طلبة السادس الابطال، ان شاء الله راح نوفر لكم بعض الامور اللي تخص المراجعه. اكيد مع مجموعه من طالبات وطلاب كليه الطب. السؤال الثاني، هل ممكن انه الطالب يطلع معدل لو درس اخير 5 اشهر مثلا؟ اي يطلع. متاكد انك ضبطت الماده؟ يعني تحل اسئله وزاريه. اليوم الامتحان تبقى قاعد او تنام كم ساعه وتقعد تكمل ماده لو شنو؟ شنو افضل طريقه ممكن تحل بها اسئله وزاريه؟ بالنسبة للأسئلة طبعا أفضل إنه الطالب هو يبديها كعادة بالسرعة، بس في حالة إنه وقف عند سؤال أو ما عرف يحله. الثاني بالمراجعه اعتمدت على جدول مراجعه مثل من طالب او شهر واحد؟ شخصيات بالسادس لا حد يسويها. صدق؟ شنو الشخصيات؟ يعني انت ليش صار شهر؟ احنا عندنا صار لك سنتين ما لقيت تثرد براس الطلاب وتسالهم كذا، هاي هسه لازم نجي ناخذ رايه. تفضل. والله أول سؤال بخصوص المراجعة المركزة اللي فترة المراجعة إنه كل أسبوع نطلب مراجعة مركزة، شنو رأيك فيه؟ احس يعني تضيع كل شيء وقت الطالب، خصوصا انه هو الطالب قاري الماده بمكان مصدر معين، مثلا سواء ملازم او كتاب، فما راح يتغير عليه المصدر وليش راح تختلف عليه المعلومات، في نفس الوقت انه هو تضييع للوقت يعني. الافضل انه يرجع للمصدر اللي هو اصلا قاري، هناك المعلومات تكون مركزه اكثر من المراجعه المركزه. هو منظم وقته مالته ومارته بالملزمه مالته او الكتاب مالته يعني، فافضل انه يرجع للمصدر اصلا المراجعه. حاب انوه على شيء انه يعني المراجعه المركزيه عباره عن نفس الكتاب بس مجرد نفس الكتاب بس مختصره يعني مختصره شويه اقل. مرحبا مرتضى، شلونك؟ اهلا، الحمد لله بخير. عايزك كم اسئله بخصوص مراجعه مع السادس. اي سلي. يلا شلون تتاكد انك ضبطت الماده؟ اتاكد انه انا ضبطت الماده من خلال انه احل اسئله وزاريه. يعني كل فصل انا كان نظام اكمل فصل اول باي ماده احل اسئله الوزاريه وهكذا يعني مع بقيه الفصول. يعني تخلص الماده كلها يلا تقرا اسئله وزاريه لو تخلص لا كنت اتبع الفصل الاول اسئلته وانه الفصل الثاني اسئلته، خاصه بالمواد العلميه من الرياضيات فيزياء. السؤال الثاني، هل ممكن انه الطالب يطلع معدل لو درس اخير 5 اشهر مثلا؟ اي يطلع. اول شيء هو طبعا مستطلع على الماده بالعطله من خلال الخصوصي وكذا، فيعني ماخذ فكره عن الماده، فيبقى هي فتره المراجعه الفكره من خصوصا المراجعه الاولى هي فكره تضبيط للماده. المراجعه الثانيه اللي هي مو دائما احسها انه اذا الطالب ضبط الماده بالمراجعه اولى مو شرط الا يراجع مراجعه ثانيه، انا من ضمنها زميلاتي كانت يعني صارت لها ظروف رغم انه احنا كانت مراجعتنا كلش طويله، راجعت بس مراجعه واحده وطلعت معدل وهسه هي حاليا اسنان يعني. فالمراجعه يعني حتى لو باخر 5 اشهر كلش اصلا وقت كافي يقدر يضبط بها الماده ويراجع ويحل اسئله وزاريه، فيعني ايه يطلع معدل. واكيد لازم تكون يعني الدراسه مثل ما نقول بتركيز. هو الفكره انه انت لازم تقرا بتركيز ابد لا يعني، وما عليك بغيرك يعني يجوز مثلا انت الفصل خلينا نقول نطول بيه 3 ايام، غيرك يجوز يطول بيوم، لا انت يجوز هذه 3 ايام تقدر تقرا بتركيز، ولا يعني خلي يصحبون الفصل باسئله وزاريه، كلش هاي الفكره يعني راح يضبطون بها الماده. والشيء اللي يحسون نفسهم به انه هم مثلا ما مضبطين كل زين او انه دا يتوهوه به نوعا ما بالحل، ياشر عليه بيوم الامتحان حيرجع له، فبالتالي انه ما راح يقدر يعصي اي سؤال بالامتحان. مرتضى هل اعتمدت على جدول معين لو انت سويته؟ شوف هو هسه اغلب الطلاب يعني اللي يجون الى مدرسين او طلاب طبعا انه يسوي لهم جداول، وماني اشوف هالشيء غلط جدا غلط. ليش؟ لان كل واحد عايش يعني ظروف تختلف عن الاخر، فبالتالي لازم هو يسوي جدول. انا عن نفسي انا سويت جدولي ومستحيل اي واحد يعني يقدر يحقق الجدول 100%، لازم تطلع له ظروف او اي شيء اخر هذا الجدول، لان احنا بالنهايه حياه يعني بها هوايه اشياء. بس شنو انه هي الفكره انه انت تنجز 1% احسن من ما تنجز 0%، فانت حتى لو طلع لك اشياء انت اقرا سوي اللي عليك كل هذا اليوم وتكمل باليوم الثاني. شكرا. شلونك محمد، شلون صحتك؟ الحمد لله الله يسلمك. محمد عندي سؤال لك بخصوص المراجعه طالب السادس. تفضل. السؤال الاول، اليوم الامتحان تبقى قاعد او تنام كم ساعه وتقعد تكمل ماده لو شنو؟ احنا يعني بالنسبه لي يعني اول يوم يعني اليوم مال الامتحان كان يعني اقرا به ما كنت انام، بس هالشيء هذا يعتمد على طبيعه نومك. طبيعه نومك انت انه تقدر يعني ما تنام وتروح الامتحان ما نايم عادي، فممكن تسويها. بس انا اعرف طلاب كل زين وصلوا ليله الامتحان ما ناموا وراحوا ظلوا يقرون فصل الماده بس ما قدروا يعني يجاوبوا بالامتحان لان هو قابليه جسمه ماكو هيك، فهي تعتمد عليك انت. صحيح. تنام او ما تنام. بالضبط. انا السؤال عندي نفس المشكله انه ما اقدر
ابقى قاعد واروح امتحن، لازم انام. لازم تنام. انا بالنسبه لي عادي عندي، هي تعتمد انت شلون معود جسمك وانا شلون معود جسمك، بس الصحيح انه انت تنام، لازم تاخذ راحه قبل. اكيد يعني تقريبا حوالي ساعتين ونص او 3 ساعات قبل الامتحان تنام يعني زينه إيه، حسب هي قابليه جسمك. من كثر تراجعين هم ما اعتمدت على جدول المراجعه او انت سويتي؟ هو بالبدايه يعني خليت جدول طبيعي، يعني ترتبت المواد انه يا مادة ابلش وشنو وراها، وخليت ايام، بس انا ما التزمت بالايام، لانه ممكن واحد مثلا خلينا نقول مخلي للفيزياء 7 ايام، بس هو ما راح تكفي جزء 7 ايام، فراح يضطر بالفصول الاخيره راح يستعجل بيهن، فراح ياثر عليها ما راح يلقاها بتركيز، فالافضل انت بلش بالماده خلصها وضبطها وانتقل اللي وراها يعني. بس رتب تسلسل المواد لا، لازم واحد يخلي له جدول، بس كايام لا، يعني هو ممكن ينقص ممكن يزيد عنها بيومين 3، فهذا الشيء طبيعي يعني. كتحديد ايام لا يخلون تحديد ايام، يعني افضل هذا الشيء. يعني قصدك مو انه يحدد مثلا كذا فصل لازم يخلصه بيومين مثلا، جزء مثلا خلينا نقول مثلا فصل التكامل والتفاضل، كل واحد منهم ياخذ جزء 4 ايام على مود يتضبط، جزء واحد يخلي له 3 ايام يقدره، بس هو يحتاج اكثر، فبالتالي راح يعني يستعجل بيهن بالنهايه، فما راح يضبطه، فالافضل انه هو يعني يمشي لحد ما يكمل عادي شو وقت. واكيد هذا يختلف يعني حسب كل طالب، مثلا ايام ماده يفضل مثلا واحد يفضل رياضيات وعنده عادي طبعا مثلا يومين يكمل. ولا يتاثرون بغيرهم، يعني جزء اكو طلاب تخلص الماده بسرعه، اكو طلاب تخلص الماده تتاخر، لا انت عليك بنفسك، انت تعتبر نفسك انه انت دائما انت اللي بيرفكت بكل شيء، هذا يعني كلش راح يحفز الطالب انه يكمل ويضبط كل شيء يسوي. تمام، شكرا جزيلا. دلل. لا شروان، الحمد لله. عندي كم سؤال ليش بخصوص المراجعه. تمام تفضل. السؤال الاول، شنو افضل طريقه ممكن تحل بها اسئله وزاريه؟ بالنسبة للأسئلة طبعا أفضل إنه الطالب هو يبديها كعادة بالسرة، بس في حال إنه وقف عند سؤال أو ما عرف يحله فلا يظل إنه عليه وخاف وما أعرف شنو، يكمل هو الدفتر مقسم فيكمل يحل بقية الأسئلة يعني طبيعي، وبعدين يرجع على السؤال. يعني إحنا هاي حتى بالكلية بهاي الطريقة نسويها، نحل الأسئلة نعرفها بدون ما نرتب يكون أثر هنا، وحتى لما نعرفها ننساها، بعدين يرجع على السؤال اللي عنده إشكال به يعني. زين، هل تنصحين يعني كأول ما يستلم ورقة الأسئلة هل إنه يقرأ الأسئلة كلها من الأول للأخير؟ لا ما أنصح صراحة، فرعي ما أنصح، لأن ممكن يشوف سؤال مثلا ما عرفه أو كذا إنه يضل يفكر به ويضيع عليه البقية، ما أنصح إنه يقرأ الأسئلة، يبدي قبل يحل، أنا هذا كنت أسوي، أبدي قبل أحل. تمام. محمد، السؤال الثاني، شلون أنت تتأكد إنه أنت مضبط هاي المادة؟ هو المقياس الاول والاخير انت بالنسبه لك الاسئله الوزاريه، يعني الاسئله الوزاريه كل ما حليت اسئله وزاريه اكثر، اسئله وزاريه دور اول دور ثاني حتى وصلت ثاني دور ثالث مال كل السنين، اذا قدرت تحل اسئله طبعا انا كنت اسوي طريقه على مود يعني اتاكد من روحي، احنا امتحاننا ساعتين 3 ساعات بالوزاره، انا كنت روحي يعني ساعه 45 دقيقه وحل اسئله، لان انت بالامتحان ممكن يصير عليك ضغط او يعني تنسى شيء يعني تحاول ترجع له، فانت تعود نفسك انه تحل اسئله وزاريه بوقت اقل، فالشيء هذا يخليك تحل اسئله يعني بسرعه اقل وتكون ادق بالجوابات. يعني قصدك انه انت كل فصل تكمله تقرا اسئله الوزاريه؟ لا انا ما من تكمل الماده ككل ترجع تقرا تحل اسئله وزاريه كامله نسخه كامله حتى يعني تتاكد من نفسك انه انت او تزيل الضغط اللي ممكن يواجهك. يعني بالفيزياء فهمت قصدك، بالفيزياء يعني كانت اكو ملزمه اكو كل فصل اسئله وزاريه، لان هنا يعني كانت عندي مشكله بالفيزياء، فاذا اكو ماده عندك مشكله بها تحس روح لها الطريقه هاي انه تخلص الفصل تحل الاسئله الوزاريه مالته، بس بقيه المواد كرياضيات كيمياء احياء لا خلصت الماده كلها ورجعت، لان انت بدايه امتحان ما راح تقرا فصل وفصل وتحل اسئله وزاريه. صحيح. انا كنت معتمد انه هاي القرايه مالتي مال المراجعه يعني نفس الشيء بدايه الامتحان راح اسويه، فانا بدايه الامتحان ما قرأت لان انا مراجع ومكمل، ما راح تلاقي تخلص الماده بيوم ونص، انت بالنسبه لك اكو اسئله وزاريه واكو يعني انت ببالك شغلات انت محددها المهمات، هذني راح ترجع تقراها بدايه الامتحان. تمام، شكرا جزيلا. عفوا حبيبي. شلونك مصطفى؟ هلا منتظر. عندي كم سؤال بخصوص المراجعه. تفضل. اول سؤال هو بخصوص المرشحات، ما تعتمد على المرشحات وشو رايك بيها؟ صراحه المرشحات يعني تدمر الطالب، هي عباره عن يعني اسئله تصيب وتخيب، وخاصه الطالب اللي يدور معدل ما نصح يعتمد عليها. يعني اذا يريد يعتمد فقط الكتاب والوزاريات، الوزاريات افضل بهوايه عن المرشحات، لان هي عباره عن اسئله مختصره يعني ما تجيب الدرجه، مجرد ترشيحات. اذا يعني ما ننصح يعني المرشحات، يعني يا اما تصيب او تخيب، يعني وحتى اذا الدرجه تجي قليله يعني ما تجي درجه قبل. اكيد يعني قصدك بس الطالب اللي يبحث عن المعدل كتاب وزاريات، وزاريات افضل بهوايه من المرشحات وهي تتكرر كلش هواي. قصدك بس ممكن الطالب اللي يدور بس يعني نجاح 50 مثلا اللي يوصل ممكن يعني يدور مرشحات، بس كمعدل لا. يعني انت المصدر الثاني خلينا نقول اذا غير الكتاب هو فقط الوزاريات،
كلش انصح بالوزاريات. تمام. السؤال الاخر، بيوم الامتحان تبقين قاعده او تنامين كم ساعه وترجعين تكملين؟ طبعا اهم شيء كان يوم الامتحان انه لازم انام به، لان هي الماده الواحد من ينام الماده تترتب، يعني حتى لو كان ناسي يحس من يقعد الماده يلقاها مرتبه، هي يعني هي تلقائيا ايش تصير، فلازم ينام ضروري كلش مهم. مال انه تروح يعني نعسان او نايم لك كم ساعه جدا ما انصح بها، اقلها بيوم الامتحان. يعني خلي ذبح حالك بدايه كم يوم، بس يوم الامتحان لازم ينام الطالب، كلش مهم. زين كمعدل كم ساعه تنامين يعني خلال فتره الامتحان يوم الامتحان؟ يعني تقريبا 7 ساعات 6 ساعات. 7 ساعات 6 ساعات. اي يعني بيوم الامتحان لازم لي نايمتهن لازم، بحيث اقعد يعني اليوم الامتحان نشيطه وبكامل قوتي. تمام، شكرا جزيلا. عفوا، اهلا وسهلا. السؤال الثاني، بالمراجعه اعتمدت على جدول مراجعه مثل من طالب او استاذ لو جدول انت سويته؟ صراحه جدول المراجعه يعني انا انصح فيه، وانا اخذت من عدد الطلاب قبلنا اللي هو ترتيب جدول، يعني ترتيب المواد مو كعدد ايام. يعني مثلا ابدا بالمواد الفهميه، مثلا رياضيات، كيمياء، فيزياء، مثلا اخر شيء احياء، عربي. يعني ما انصح ولين بس الايام حسب كل طالب. مثلا اني كنت زين بالانجليزي، يعني كان امتحاننا 5 يومنتات 3 ايام كملته، غير مثلا مو زين بالانجليزي يحتاج 6 ايام. صحيح. فكترتيب مواد انصح انه يبدا بالفهميات اللي مثلا مسائل اغلبها من الرياضيات الفيزياء والكيمياء وهكذا. بس كايام حسب كل طالب هو وين يعني نقاط ضعفه وقوته بكل ماده، لان كل طالب يختلف عن الاخر يعني من هاي الناحيه. فيعني ما انصح ناخذ جدول يعني تماما نفس من غير شخص، بس كترتيب ممكن، بس كعدد ايام لا، حسب كل طالب هو يعني يسوي كاستمايز. بس ما طلعت اديشن غير كنا. المراجعه مالتك ايش قد كانت طولها؟ شهر واحد؟ شخصيات بالسادس لا حد يسويها. ها صدق؟ شنو الشخصيات؟ يعني انت ليش صار شهر؟ احنا عندنا والله فتره طويله. قعدت اسال والله ما ادري. هذا واقع حال. زين بيوم الامتحان شنو تقرا؟ يعني عندي يوم امتحان الى يوم ونص او شنو تقرا؟ يعني مثلا العربي هو اول يوم ادب، ثاني يوم قواعد مثلا، وحسب الماده. العربي قبل فتره او الاسلاميه اذا كانت اول ماده. يعني هو راحتنا كان العربي اول ماده. اي كانت اول ماده. ف سهل. هو يعني كنت مراجعها اصلا قبل اسبوع، مثلا رجعت راجعتها مره ثانيه. فالادب بديت به باعتباره ماده داخليه، ثاني يوم قواعد من الامتحان الحمد لله يعني. هذا هو. بس عندك مواد ثانيه مثلا الرياضيات تقعد تحل، اما تراجع بس الافكار، اكو طلاب يتسوى، طلاب لا قاعده تحل مسائل في البيت. لا المفروض تراجع بس الافكار او تراجع بس الافكار، لان يعني هاي الماده اكثر من مره مراجعه، لا ترجع حتى على يوم خصوصي طبعا، شغلات هي ثابته بتنسي طبعا. ف يعني هو مراجعه سريعه قبل الامتحان عادي، يعني ماكو مشكله. عاشتي لك. ممنونين. اي طبعا بعد ما صار لك سنتين ما رجعت تثرد براس الطلاب وتسالهم كذا، هاي هسه لازم نجي ناخذ رايه. تفضل. السؤال يقول شلون تقرا ماده بيوم ونص كماده حفظيه ومواد فهميه؟ كماده فهميه اول شيء مثل عندي ماده الرياضيات، نعرف انه هي عباره عن مسائل يعني مجرد قانون وطبقه، فاكو هواي اسئله يعني مشابهه نفس الفكره، مجرد تغيير ارقام. فانت الافضل انه تحل هذا السؤال على ارقام معينه، اما البقيه تطلع عليها ليش؟ لان هي نفس مجرد يعني مثل ما قلنا بس تغيير ارقام. يعني تتذكر القوانين وتحل كمساله لكل ماده. فضلا عن انه نركز على الاسئله اللي بيها افكار وزاريه واللي بيها ملاحظات، يعني اكو اسئله تنحل على فد ملاحظه معينه. صحيح. واكو اسئله بيها فكره مثل فكره وزاريه مثل ما نقول. فالمفروض هو يعني اشرهم بالمراجعه الاولى والمراجعه الثانيه، انه ذني بيوم الامتحان يراجعهم ليش؟ لان كانوا بين افكار. هاي بالنسبه للماده فهميه. اما بالنسبه للحفظيات ما اللي يقعد يقرا لي ورقه وقلم لا اكيد ما انصح به. انت عندك يوم ونص، عندك ماده يعني كبيره، فما تقدر تقراها ورقه وقلم. فالمفروض او يفضل انه تقراها كاطلاع، تراجع اللي انت كنت قارئ. مجرد مراجعه، لان احنا مثل ما نقول هي مجرد مراجعه للماده انت اصلا دارسها مسبقا. صحيح احسنت. زين بيوم الامتحان تفضل انه انت تنام بالليل وقت كلش كافي لو تبقى قاعد؟ لا بالنسبه لي كنت بالسادس لا كنت لازم انام تقريبا 3 ساعات. يعني اقل شيء 3 ساعات؟ 3 4 بالزايد. نعم. واقعد اكمل. ليش؟ انت يوم كامل تقعد تقرا وتتعب، وبالتالي تبقى يعني مثل ما تقول تبقى الساعه 12 وترجع النوم تكمل. هذا الشيء يعني ما انصح به نهائيا، لان انت راح تنسى اللي قريته اصلا. فلازم يعني عقلك يرتاح ترتاح لازم ترتاح.
وهذا طبعا كان رايه، واني اعرفكم عن نفسي طبعا ما كنت طالع بالفيديو، طالع بالفيديو السابق. تحياتي.